ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت بأنباء بتفيد بوفاة الفنان المغربي مصطفى السوري بعد أيام من تعرضه لاعتداء مروع في مدينة الحسيمة، حيث أقدم شخص مجهول على إشعال النيران فيه، مما تسبب له بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة أدخلته في غيبوبة تامة. لكن حتى تاريخ إنشاء هذا الفيديو لم يصدر أي تأكيد رسمي من عائلته أو من الجهات الطبية المشرفة على علاجه حول خبر وفاته. وتشير آخر المعطيات المتداولة إلى أن الفنان لا يزال يرقد في قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات في طنجة، حيث يخضع لمتابعة طبية دقيقة بسبب حالته الصحية الحرجة، وأن كل الأنباء المتداولة حول وفاته هي مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة. وقد أثار هذا الاعتداء الذي تعرض له الفنان موجة من الاستنكار والتعاطف الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات اللي فاتت، فيما تواصل السلطات المغربية تحقيقاتها للكشف عن دوافع الجريمة وهوية الفاعل الذي تم توقيفه ووضعه رهن الحراسة بأمر من النيابة العامة. وبناء على المعلومات المتوفرة حاليا فإن خبر وفاة مصطفى السوري غير حقيقي، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن يظل في إطار الشائعات. وطبعا في نهاية الفيديو كلنا نتمنى ليه السلامة والشفاء العاجل، ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة. ولحد هنا كنت الفيديو خلص، إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.